اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا. فيديو النهارده هنتعلم مع بعض عن preposition اسمه at. طيب بالراحه كده، at بتيجي مع مين؟ اول حاجه at بتيجي مع الساعات، ساعات at ساعات، خلاص اتفقنا. زي مثلا اقول ايه at 3 o'clock، اقول at 8 o'clock الساعه 8. وكمان at بتيجي مع night و weekend، اقول at night at weekend. يبقى at بتيجي مع الايه؟ ساعات، ساعات at ساعات، خلاص اتفقنا. طيب نيجي بقى لحاجه ثانيه، at بتيجي مع ايه كمان؟ at بتيجي مع الاماكن. ايه ده؟ اماكن؟ بس مش اي اماكن، الاماكن اللي اول لما هتتذكر هتفهم على طول انت فين. زي ايه بالراحه كده؟ زي مثلا اقول at school، اكيد اول ما اقول لك في المدرسه انت اكيد فاهم انا في مدرسه ايه، خلاص. لو قلت لك مثلا at work، هو اكيد احنا عارفين ان احنا بنشتغل فين. يعني لو انت بتكلمني وانا قلت لك at work I'm at work، فانت هتفهم انا فين، شغلي فين، خلاص. لان حاجه الورك ده الشغل ما بيحصلش كل يوم، يعني تغيير الشغل ما بيحصلش كل يوم، فانت اكيد عارف مكان الشغل فين. at home في البيت، اكيد البيت ليه مكان محدد. اول ما هنذكر كلمه هوم دي انت اكيد هتبقى فاهم، خلاص اتفقنا. طيب اخر حاجه بقى بيجي معاها at، وهي العناوين، عنوان بالتفصيل. زي مثلا اقول at 13 Arab Street، 13 شارع عرابي، يبقى at بتيجي مع مين؟ ساعات. تاني حاجه night، اقول at night at weekend. at بتيجي مع الاماكن، بس مش اي اماكن، اللي اول ما اذكرها انت تفهم على طول هي فين. اخر حاجه at بتيجي مع العناوين الدقيقه، خلاص بالتفصيل يعني. اتمنى الفيديو يكون عجبك واستفدت منه.